يلا ننط، هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هب هب. هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هب هب. يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. مساء الخير اصحابي الصغيرين في كل مكان. اهلا بيكم في برنامج قصايص ميرو يذاع حصريا على قناة صوت الامل الدولية. معاكم مرسى، هتشوفوني كل خميس الساعة 7 بتوقيت مصر. اصحابي الصغيرين، انا كنت محتارة احكي معاكم في ايه النهاردة، واخدت رأي اصحابي وقالوا لي على موضوعات جميلة قوي. بصراحة يا اصحابي، كل الموضوعات اللي قالوا لي عليها كلها جميلة وحلوة قوي ومفيدة لينا. بس لو هحكي على كل الموضوعات دي مش هقدر ان انا اكفي كل الحاجات دي في حلقة. طيب، قبل ما نحكي يا اصحابنا الصغيرين مع بعض، انا كنت سامعة صوت دقدق بره بينادي، وكنت حاسة ان هو زعلان. تعالوا معانا نشوف دقدق زعلان ليه وماله، وبعدين نحكي مع بعض الحدوتة اللي هنحكيها النهاردة. يا ترى هنحكي عن ايه؟ لسه مش عارفين. يلا بينا اصحابي الصغيرين. ازيك يا دقدق؟ عامل ايه؟ كنت سامعاك عمال تنادي وانت كنت زعلان ومكشر كده. في ايه مالك يا دقدق؟ احكي لي بس بسرعة علشان ورايا حلقة. خير، مالك في ايه؟ ازيك يا ميرو؟ انا كويس بس مش كويس. اصل انا زعلان. اللي حصل يا ميرو ان انا كنت رايح مدارس الاحد، وبعدين انا وماشي اتزحلقت في الشارع وهدومي اتوسخت، ورجعت غيرت هدومي، وعقبال ما رجعت اغير هدومي وعقبال ما رحت مدارس الاحد ما طلتش الحدوته، واتضايقت قوي قوي وضاعت عليا الحدوته. وكانوا بيحكوا عن حدوته حلوه قوي قوي قوي، واصحابي قالوا ان هم حكوا عن حدوته الصليب وتعلموا يعني ايه رسم الصليب، وتعلموا حاجات حلوه. انا متضايق ان انا ما سمعتهاش، وبصراحه اتكسفت اقول للمس او للاستاذ اللي في الكنيسه علشان يشرحها لي. فانا متضايق قوي يا ميرو. يا ميرو كان نفسي اسمع الحدوته، فانا مخنوق بصراحه، قلت اجي اقعد عندك شويه عشان انا متضايق قوي. كان نفسي اسمع الحدوته دي. وبعدين كتير قوي يا ميرو اسمع الصليب، واصحابي اللي كنت اقابلهم في الشارع يقولوا لي هو انتوا بتعبدوا الصليب؟ انا ما بقاش عارف ارد. فكنت بتمنى قوي يا ميرو ان انا احضر الحصه دي علشان اعرف يعني ايه الصليب، ويترشم ازاي، وايه معنى الصليب، ومعنى الرشمه، كل رشمه معناها ايه، وكمان علشان اعرف ارد يميلوا على اي صحابي في المدرسة لما يسألوني يعني ايه صليب وليه بتحبوه. بس انا زعلان بقى، كله ده ما خدتوش ولا اتعلمته. زعلان، كان لازم اقع في المية يعني. هو ده اللي بزعلك يا دقدق؟ تصدق انا النهاردة كنت لسه هعمل حلقة، كنت لسه بفكر اديهم ايه وادي اصحابك ايه واقول لهم على ايه. اقول لك فكرة حلوة، ما تزعلش نفسك. انا هغير موضوع الحلقة اللي كنت هديه، وتعالى مع بعض نحكي عن الصليب. وما تزعلش يا عم، كل اللي انت عايز تعرفه انا هقوله لك، كأنك بالظبط كنت في مدارس الاحد. ومش ليك انت بس، كمان هقوله لاصحابي الصغيرين اللي حاضرين دلوقتي معانا وبيسمعوا الحلقة بتاعتنا. هيسمعوا الحدوتة بتاعت الصليب. وخلي بالك، عيد الصليب يوم 19/3 شهر مارس اللي احنا فيه ده. معنى كده ان انت موضوع الحلقة النهاردة مناسب قوي قوي في الشهر الجميل ده. يعني انت كمان زعلان، انا هصالحك وهعرفك كل حاجة. في نفس الوقت هنحتفل مع بعض ونتعلم رسم الصليب. بجد يا ميرو؟ يعني هتحكي لي عن الصليب وازاي ارشمه ومعنى كل رشمة معناها ايه، وتحكي لي الصليب ده احنا اكتشفناه ازاي وعرفناه ازاي واحنا ليه بنحبه كده؟ يا انا فرحانة قوي يا ميرو. انا هسمع اهو وهفتح وداني قوي ومش هتكلم، وهسمع انا واصحابي، واحكي لي واحدة 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 واحدة، علشان عايز احفظ كل حاجة عن الصليب. وبعدين هو الصليب اتولد زينا يا ميرو علشان تقول ان هو عنده عيد الصليب؟ انا مش فاهم. هو مولود زينا علشان يبقى عنده عيد؟ فهميني يا ميرو بقى. يلا انا سامع اهو. اتولد ايه بس يا دقدق؟ هو الصليب انسان عشان يتولد ويبقى ليه عيد؟ لا، انا ما اقصدش عيد ميلاده زينا، انا قصدي عيد ظهور الصليب.
تعالى بس يا دقدق مع أصحابنا اللي سامعيننا دلوقتي نحكي الأول حدوتة الصليب، وإمتى كان ظهوره وإزاي ظهر وعلى عهد مين. بداية الحدوتة بعد قبول وإيمان قسطنطين ابن الملكة البارة هيلانا. كانت الملكة رايحة لرحلة لأورشليم علشان تشوف الصليب، لأن الصليب ده كان حلمت بيه لما كان ابنها داخل حرب، وقال لها إن بالصليب ده هتغلب، وفعلا غلب الملك قسطنطين في الحرب بقوة الصليب. فقررت الملكة هيلانا إنها تروح أورشليم وتدور على صليب رب المجد يسوع فين؟ في المكان اللي اتصلب فيه السيد المسيح. ولأن المكان ده يا ولاد اتردم وكان قديم قوي وسنين وأجيال كتيرة جت يعني رموا عليه سوري يعني مكان مهملات وحاجات زي كده، فاتنسى واتردم، والمكان الناس ما كانتش عارفاه. لولا كان في واحد كان غالبا حارس المكان ده ما كانش عايز يقول على مكان الصليب. لولا الملكة هيلانا فضلت تضايق عليه وتجوعه وتهدده وتقول له لازم تقول لي مكان الصليب. وفعلا يا ولاد راح الراجل ده، غالبا هو كان بستاني او حاجة زي كده، وداها للمكان اللي هو مكان الجلجثة اللي كان فيه صليب الرب يسوع، ومعاه كمان صليبين بتاع اللص اليمين واللص الشمال. طبعا لما راحوا يا ولاد المكان لقوا مليان حاجات مش كويسة، والناس اليهود زمان كانوا عاملينه زي مكان يعني بيرموا فيه المهملات. بس لقوا المكان مردوم، فاضطروا ان هم يجيبوا ناس، وبدأوا يعملوا ايه يا ولاد؟ يحفروا 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 لغاية ما طلعوا الثلاث صلبان. بس كده قعدوا يحتاروا، طب انهي صليب بتاع رب المجد يسوع؟ طب احنا مش عارفين انهي واحد. وهم محتارين يا ولاد لقيوا ناس كانوا معديين رايحين يدفنوا ميت، فراحت الملكة هيلانا امرت ان الميت ده يوقفوا الدفنة بتاعته ويجيبوه عندها علشان يجربوا الثلاث صلبان. وفعلا يا ولاد اخدوا الميت وحطوه على اول صليب، ما قامش ولا حصل اي حاجة. فراحوا جابوا الميت وحطوه على تاني صليب، برضو ما قامش، مفيش اي حاجة حصلت. تالت صليب يا ولاد كان صليب رب المجد يسوع المسيح، واول ما حط الميت راح قام من بين الاموات. وعرفوا وقتها ان هو ده صليب ملك الملوك ورب المجد اللي اتصلب عليه من اجل خلاص حياتنا. فرحت خالص الملكة هيلانا واخدت منه اجزاء، واخدت من المسامير وودتهم لابنها قسطنطين، والباقي عملت له كنيسة جميلة جدا وحطت فيه باقي الصليب. دي القصة بتاعتنا يا ولاد، وكانت سنة 326 عيد الصليب يوم 19 مارس. دي قصة الصليب يا ولاد. الصليب احنا مش بنعبده، الصليب هو قوة الله للخلاص، وعندنا احنا رمز خلاصنا، وليس عبادة او ان احنا بنسجد له عشان بنعبده. والمجد كله يا ولاد مش في الخشبة نفسها، ولكن في قوة الله وفي مجد الله اللي اتحط على الخشبة، وفي الفداء، وفي الخشبة اللي شالت رب المجد يسوع المسيح وشالت الله المتجسد لأجل خلاص نفوسنا. فتحولت الصليب، لأن صليب زمان يا ولاد الصليب كان رمز العار عند اليهود، اتحول الصليب يا ولاد من رمز العار لحاجة ممجدة، قوة خلاص وقوة عجيبة ورمز عجيب كان بسبب صلب رب يسوع المسيح عليه. دي يا ولاد الظهور اللي هو بنقول عليه عيد ظهور الصليب، عشان ما نقولش ان عيد ميلاد يا ولاد زي ما قال دقدق. تعالوا دلوقتي يا ولاد نتعلم رسم الصليب. احنا طبعا كده كده بنرسم الصليب قبل ما بناكل، قبل ما نشرب، قبل ما ننام، احنا رايحين الكنيسة. الصليب دايما في حياتنا بنرسمه لان هو بيدينا قوة، بيدينا غلبة، لان هو رمز الغلبة. الصليب يا ولاد اللي بيه داس رب المجد يسوع على الموت وداس على عدو الخير، واللي بيه صالح السماء بالارض، لان لولا الفداء يا ولاد ولولا الصلب بسبب خطايانا ما كناش هيبقى لينا نصيب في ملكوت ربنا ولا في السماء. طيب تعالوا يا ولاد نشوف احنا بنرسم الصليب بنرسمه ازاي ومعناها ايه. اول حاجه يا ولاد بنبقى حاجه من الاتنين، يا اما بنبقى عاملين كده 3 رمز للثالوث القدوس، او نعمل كده، او نعمل بصوابعنا ده كده بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين.
طيب يعني ايه باسم الآب يا ولاد؟ لما اقول باسم الآب، انا دلوقتي لما اجي ارفع عينيا هقدر اشوف ايدي لفوق؟ مش هقدر اشوف. لما اقول الآب، هو الآب فوق عقلي وفوق نظري، انا مش شايفه. هو الآب اللي في السماء واللي مالي الكون، ولكن انا مش شايفه بعينيا الجسدية، وعقلي المحدود ما يقدرش يحد الله الغير المحدود، ومش شايفاه بعينيا. طيب لما ارجع اقول، انا قلت الآب، ارجع اقول والابن، وانزل الصوابع عند بطني، انزل صوابع عند بطني باسم الآب فوق، ان احنا الآب ده مش شايفينه وفوق نظرنا وفوق عقلنا المحدود، ده الآب. والابن اللي تجسد في بطن العذراء مريم، احنا كده بقينا شايفينه لانه جه بشكل انسان وتجسد واخد الطبيعة البشرية وشبهنا في كل شيء من خلال الخطية وحدها. والروح القدس سكن في قلبنا. الروح القدس سكن في قلبنا، احنا بنرشم بايدينا اليمين اللي بناكل بيها، خلي بالكم. يبقى اقول باسم الآب اللي انا مش شايفه، اللي هو ساكن فوق ومالي الكون كله، ولكن انا مش شايفه بعينيا. والابن اللي نزل في بطن العذراء وتجسد وبقيت شايفه. والروح القدس اللي سكن في قلبنا الشمال اهو، ونقلنا اليمين. الروح القدس، الروح اهو، الروح من الشمال لليمين، الروح القدس، عشان يذكرنا ان احنا هنكون على يمين ربنا. تمام. إله واحد أمين، لأن احنا بنعبد إله واحد مش 3، إله واحد ولكن مثلث أقانيم، اسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. وبكده يا دقدق، وبكده يا صحابي، عرفنا رسم الصليب معناه ايه، نرشمه ازاي. وخليكوا شاطرين يا ولاد وواعيين، اللي يسألكوا يقول لكم انتوا بتعبدوا الصليب، قولوا لا احنا مش بنعبد الصليب، ولكن الصليب هي رمز غلبتنا وقوتنا، وهو داس رب المجد يسوع المسيح الموت، وداس عدو الخير، وحررنا من خطايانا الكثيرة، خطايانا اللي كانت اتحكمت علينا من أيام آدم وحواء أبونا آدم وتورثناها، وكنا كلنا رايحين للجحيم، ما كناش هنروح الملكوت أبدا، ولكن ربنا تجسد وجه علشان يفدينا على الصليب يا ولاد. فطبيعي ان يكون الصليب ده هو رمز غلبتنا وقوة الله وقوة الخلاص، وهو عند الهالكين جهالة، ولكن عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص. دلوقتي الحلقة بتاعتنا خلصت، اشوفكم الحلقة الجاية في برنامج قسايس ميرو، هيذاع حصريا على قناة صوت الأمل الدولية. كانت معاكم مرسى، هتشوفوني كل خميس الساعة 7 بتوقيت مصر. صحابي صغيرين، كل سنة وانتم طيبين. باي باي، اشوفكم الحلقة الجاية. باي. يا صليب ربنا، يا حبيبنا وفخرنا، يا صليب ربنا، يا حبيبنا وفخرنا، يلي محفور جوا جوا في قلبنا، يلي محفور جوا جوا في قلبنا. ده صليبي مش خشب ولا ماس ولا دهب، ده صليبي مش خشب ولا ماس ولا دهب، ده صليبي ده حكاية قلب مليان حب، ده صليبي ده حكاية قلب مليان حب. يا صليب ربنا، يا حبيبنا وفخرنا، يا صليب ربنا، يا حبيبنا وفخرنا، يلي محفور جوا جوا في قلبنا، يلي محفور جوا جوا في قلبنا. في الضيقة ننادى عليك، في الخوف تملانا سلام، في الضيقة ننادى عليك، في الخوف تملانا سلام، في الضلمة عنينا عليك
تنقذنا من الأوهام، في الضلمة عينينا عليك تنقذنا من الأوهام. يا صليب ربنا يا حبيبنا وفخرنا، يا صليب ربنا يا حبيبنا وفخرنا، يلي محفور جوا جوا في قلبنا، يلي محفور جوا جوا في قلبنا. ده صليبي ليا قوة وخلاص رمز عجيب، ده صليبي ليا قوة وخلاص ورمز عجيب، عند الهالك جهالة أما عندي حبيب، عند الهالك جهالة أما عندي حبيب. يا صليب ربنا يا حبيبنا وفخرنا، يا صليب ربنا يا حبيبنا وفخرنا، يلي محفور جوا جوا في قلبنا، يلي محفور جوا جوا في قلبنا.